النهارده عملت السمك البلطي بطريقة يا جماعة صحية من غير قلي في الزيت ومن غير حوارات كتير ولا واقفة في المطبخ. بصوا الحلاوة والجمال، الطريقة دي سهلة جدا يا جماعة. يلا شجعوني قولوا لي سلم ايديك يا بنوب علشان ايه انزل لكم فيديوهات حلوة جميلة زيكم كده. اول حاجة بجيب السمك البلطي وبغسله غسلة كويسة وببدأ اعمل له خلطة. الخلطة بقى عبارة عن بصل وكمان فلفل اخضر، فلفل احمر رومي، وكمان معلقة كبيرة من الثوم المفروم، معلقة كبيرة من هرس الشطة بتدي شطشطة حلوة، وعندي كمان شوية من الخل، وعندي شوية توابل، عندي ملح وكمان رشة بسيطة من الفلفل الأسود عشان لو في زفارة في السمك، وكمان الكمون والكزبرة الناشفة، وحطيت بقى شوية مستردة، وعلشان المزازة حطيت كده إيه شوية من عصير الليمون. ليمونية حلوة كده يا جماعة. تمام. وبعد كده عندي بقى شوية زيت زيتون حوالي كده معلقتين كبار. لو عايزة تشيلي الزيت مش عايزة تحطي زيت خالص على فكرة عادي، الخلطة تمشي وتبقى حلوة جدا. ما عندكيش زيت زيتون ممكن تستخدمي الزيت العادي. بصوا يا جماعة الخلطة أنا عايزها كده إيه خشنة شوية، يعني أنا مش عايزها إيه اللي هي يعني شبه بتاعة الفراخ، لا أنا عايزها خشنة شوية. بجيب بقى السمك. بصوا يا جماعة السمك طبعا السمك كان بولتي كبير قوي، خليت بقى الراجل إيه يقسمه كده. بعد كده بقى حطيت بقى الخلطة اللي أنا عملتها دي على السمك البولتي اللي انا نضفته بقى بالدقيق، وكمان شرايح الليمون ورق اللورا، وطبعا حطيته في ميه كتير كده، ميه جاريه. وبصوا لازم يا جماعه يتنضف كويس قوي عشان لو في اي زفاره. طب اقول لكم حاجه، هسالكم بقى سؤال. انا حطيت حاجه في الخلطه قلت لكم عشان لو في زفاره، الحاجه اللي انا حطيتها دي هي رشه منها هتشيل الزفاره، لو فاكرين اكتبوا لي في الكومنتات. وكمان حطيت حاجه علشان تدي مزازه حلوه للسمك. فاكرين حطيت ايه ولا لا؟ انا عايزكم كده مصحصحين ومركزين عشان تعملوا احلى وصفات في المطبخ. بصوا بقى هاخد الخلطه الحلوه دي وابدا كده احطها كده في السمك اللي انا عامله يا جماعه. وبعد كده بسيبه بقى في الخلطه دي حوالي ايه يعني ساعه، ساعتين، 3 ساعات زي ما انت عاوزه. وممكن ناخد بقى الكلام ده وابدا كده احطه فين بقى، احطه في الصينيه بتاعتي. طيب في ناس تقول لي طب احنا ممكن نحط بقى في الصينيه اضافات خضار. هقول لكم ممكن نحط شرايح كده بصل، شرايح جزر مع بطاطس، لكن انا عندي الصينيه بتاعتي مش بتلزق تمام، فانا ما حطيتش اي حاجه. انا معتمد على الخلطه ومعتمد على الميه اللي السمك هينزلها، مش هتخلي السمك يلزق في الصينيه. طب لو انت قلقانه حطي بقى شرايح بطاطس وايه وبصل. بعد كده حطيت معلقتين زيت كده من الوش ودخلته بقى على الفرن درجه حراره 180. انا كنت فاتح الفرن قبلها. بصوا يا جماعه شكله حلو وجميل ازاي، ما لزقش وما حصلوش اي حاجه. طبعا بسيبه بقى في الرف اللي في النص ومش بغطيه خالص يا جماعه، لو غطيتيه هيتهري. تمام. بعد كده بقى بسيبه بتاع حوالي ربع ساعة كده بيطلع زي ما انتم شايفين. بديله بقى رشة من الكزبرة الخضراء، بجد بيبقى طعمه يا جماعة ما اقولكوش، بجد عالمي. شوية سمك في الفرن عالمي بالزيت والليمون. عايز اقول لكم ان ممكن نفس الوصفة تعملوها وتحطوها في دقيق وتقلوها في الزيت، ممكن نفس الوصفة تشووا السمك ده على الفحم. بس لو انا هشويه على الفحم ببدأ اسيب القشرة بتاعته. تمام. كان معاكم ابانوب، لو الوصفة عجبتكم اعملوا لها شير لكل حبايبكم.